النهارده منورني ومشرفني قنبلة الكوميديا. ازيك يا أسس؟ حبيبي يا اتش. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيب طب قلبي. منورني بجد. الله يبارك لك. الله يخليك. انا عايز اسألك سؤال نفسي اه اسأله لك من سنين طويلة. يا ريت. الاول، اه مين اللي قال لك واقترح عليك او اطلق عليك أسس؟ والله بص، هي دي من زمان جدا ومن وانا طفل. اه يعني عشان اسمي محمد أسامة، اه فابويا اسمه أسامة، امم فكان الناس بتقول له يا أسأس. فاول ما اه ابويا توفى بقيت انا الله أسأس. يرحمه. الله يرحمه، وانا خدت اللقب بقى ورثته على طول. فالموضوع ده من زمان قوي، من ايام من وانا الطفولة صغير يعني. خلي بالك، اصل دايما كنا زمان بننده باسم الاب. يعني ايوه مش ايوه. بننده باسمك على طول، فاهم قصدي ايه؟ ما اتعودتش انت خالص ان حد يقول لك يا محمد عادي؟ لا امي بس اللي بتقول لي يا محمد. والله. اه. انما الدارك من زمان قوي معاك أسس. اه. اه. النهارده في تخيل احنا بلعب مع الضيوف كده لعبه حلوه قوي، مم. لعبه العصور والحاجات، بس انا عايز اخدها معاك بحاجه استثنائيه شويه، وابدا معاك الحوار كده في لقطه حلوه. لو خيرتك ما بين 3 عصور، مم. الفراعنه مم. والعثمانيين والقرن العشرين اللي هو اول ال 1900 وبتاع، والجو بتاع الاحتلال الانجليزي وكده، اه وقلت لك معاك سجاده سحريه، اه. ولو رحت انت العصر، كل عصر لوحده، تاخد مين من الممثلين او من صحابك او في كل عصر لوحده؟ يعني كل عصر هاخد حد هتاخد من. مين معاك في التوقيت ده؟ ماشي، نبدأ بأني عصر. الفراعنه مثلا. الفراعنة هاخد حمدي مرغني. اشمعنى؟ هو شبه التماثيل اللي هو موميا زيهم. يعني حمدي اه. عشان رغاي فهيعرف، يعرف ياكل عيش معاهم. بيتكلموا الإغريقي وحاجة كده، فهيعرف يخليهم يعني اه يتكلموا عربي زينا عادي ونفهم في ايه في الدنيا يعني. اه. آه، والعثمانيين بقى والتوقيت ده مثلا. العثمانيين. اه. تاخد العثمانيين مين؟ ممكن اخد ممكن اخد انور. اشمعنى انور؟ انور لانه بيحب التاريخ الملوك والحاجات دي. والحاجات ديت، اه. فممكن يقعد يعني انور او خاطر بصراحة. امم هم تحسهم قاريين كتير الاجواء ديت بتاعتهم. اه. فيعرفوا يعني يسلكوني في يتعاملوا معاها. العصر ده. اه. هيعرفوا. والعصر الثالث بقى، ال... الاحتلال الانجليزي بقى والمشاغبات الانجليز وكده. اه. تاخد ده مين؟ ربيع بقى، انا وربيع. لان احنا كده نعمل فدائيين، وهنعمل يعني وتفجروا ناس وبتاع. هنفجر بعض وحاجة يعني. هنعرف نعمل شغل حلو امم بس. انت عامة في حياتك بتتخيل، بتحب تتخيل، يعني بتتخيل يومك مثلا ماشي ازاي، بتتوقع حاجات معينة فبتحصل في اليوم؟ بص، مش تخيل، هي فكرة ان هي طموح اكتر من امم ان هو تخيل. امم يعني ببقى عايز مثلا العيد الجاي يبقى عندي فيلم، امم اجازة الصيف يبقى عندي فيلم، فكل ده بيبقى طموح فبقعد اشتغل عليه. امم فمش فكرة تخيل، بيبقى التخيل ده لما باجي اتخيل مثلا نفسي اطلع الفضاء، فاهم؟ اه يعني اه. بيبقى التخيل في الحتة دي. امم لكن انا واقعي شوية. امم يعني بتخيل اللي اقدر اعمله، مش بتخيل الحاجات اللي الواقع بتاعك. الواقع بتاعي اه. اقدر اعمل ايه، فهو ده اللي بسعى ان انا اقدر احققه امم بس. في اوقات احنا كلنا بنمر بيها ساعات، وانت نايم كده بتحلم بحاجة، اه تمام، وبتفتكرها وقت ما بتحصل. اللي انت هو متخيل؟ بيسموه جيجافو ولا حاجة كده في حاجة. السكة دي، حاجة كده غريبة شوية. ديجافو. اه، فتقول ايه ده؟ اه انا حصل الموضوع ده قبل كده. بص، كان بيحصل لي زمان الموضوع اه. دوت. بس دلوقتي ما بقيتش احلم خالص. ليه؟ انا عندي مشكله، ما اعرفش مفيش انا وقت ولا عيان ايه؟ ولا ايه، ما اعرفش. ما بحلمش بجد مهما نمت، ومهما يعني ساعات قبل ما انام كده بتقعد 5 دقايق اه، تكلم نفسك. تسرح كده مع مع الحاجات حالك دي شوية. بقعد اقول ايه، يمكن هحلم دلوقتي، يمكن يعني اه فاهم. اه. بقعد لحد ما انام اصحى ما مفيش حلمتش، حاجة. ما بحلمش. بالك قد ايه ما حلمتش؟ بقالي كتير جدا، بقالي مثلا 10 سنين مثلا حاجة. ياه. بقالي كتير جدا ما بحلمش. يعني كل فين وفين اما يبقى في حلم، وانا في الحلم اهرش ان ده حلم اصحى، يعني فاهم. طب ليه كنت عايز نفسي احكي حلم وحاجه كده يعني. نفسي اصحى كده واقول يا جماعة انا حلمت انا كذا حلمت كذا، ايه كده، الموضوع مش ده؟ عارف، ما اعرفش. ما بيجيش ما خالص. بيجيش خالص. انت في يومك عامة ممكن بترسم طريق يومك او مم. ايامك، بتقول اه الحتة اللي انت بتقول عليها الطموح، بس في حاجة بتقول لك مثلا ايه، انا بتخيل الشغل ده او الحالة دي، مثلا لو جيت لك في شغل مثلا في ماشي. مسرح او حاجة ابداعية، او مم. الفن كله ابداعي يعني، بتتخيل الحاجة قبل ما بتحصل فبتنفذها صح؟ مش فكرة برضو تخيل، ما انا بقول لك انت. انا مثلا عندي فيلم، امم فالفيلم دوت بشتغل كتير جدا على الورق.
يعني اهم حاجه ان قبل اي موضوع يبقى عندنا ورق، يبقى احنا وجهه نظر انا والمخرج والمنتج ان احنا دماغنا واحده وخلاص، احنا كلنا اتفقنا ان الورق كده لطيف. فطب ازاي ننفذه عشان يطلع لطيف؟ كل الرحله دي بقى كلها تفاصيل تخيل كتيره كل دي بقى بتقعد تتخيل، طب لو عملنا المشهد ده هنا، طب لو خلينا الدور ده يبقى كده، طب لو عملنا ايه، لحد ما تيجي تحقق اللي انت تقدر عليه، يعني فبتطلع تنفذه. النتيجه. فنشوف النتيجة طلعت بقى يعني على حسب سعيك وطاقتك اللي انت عايز توصلها في الفيلم، هو دوت اللي الناس بتشوفه. ممكن في الاخر بعد كله تطلع اللي انت عملت حاجة وحشة جدا، وارد، كل عادي حاجه احتماليه. يعني، فاهم طبعاً. قصدي ايه؟ بس في النهاية طول فترة الشغل انت بتبدع مخك شغال. وبتفكر دايما. ما هي دي عشان طول الوقت انت بتفكر تقريبا، هي دي المشكله اللي اللي بتخليني منعت الحلم ان هو يجي. هو ده بقى اللي انا مخي عايز ينام عشان اصحى اخلص افكر في الفيلم او فما العائله عندوش ده. وقت يحلم بحاجه. مفيش وقت، نام اتخمد دلوقتي حالا.